السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم ملخص جديد لكتاب التخفي، سر حياة الدماغ، للدكتور ديفيد إيجلمان. تقديم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، ونتمنى من الله أن ينال هذا المحتوى إعجابكم. إن عقلك لا يحب الاحتفاظ بالأسرار، حيث أظهرت الدراسات في جامعة تكساس إن تدوين الأسرار يقلل في الواقع من مستوى هرمونات التوتر في جسمك، وفي الوقت نفسه فإن الحفاظ على السر يؤدي إلى عكس ذلك. وإن عقلك أيضا لا يحب هرمونات التوتر، لذلك عندما يكون لديك سر لتخبره، فإن الجزء من دماغك الذي يريد إخبار السر يقاتل باستمرار مع جزء دماغك الذي يريد إخفاء المعلومات، كما يقول عالم الأعصاب ديفيد إيجلمان. حيث لديك مجموعات سكنية متنافسة في الدماغ، جزء يريد أن يقول شيئا وجزء آخر لا يريد ذلك، كما أخبر تيري جروس من شركة فريش إير. والمشكلة هي أننا دائما ما نلعن أنفسنا أو نغضب من أنفسنا، وما نراه هنا هو أن هناك أجزاء مختلفة من الدماغ تحاربها، والطريقة التي أن نتصالح مع المعركة ونحدد سلوكها. حيث يفحص كتاب إيجلمان الجديد الجزء اللاواعي من أدمغتنا والشبكات العصبية المعقدة التي تقاتل بعضها البعض باستمرار وتؤثر على طريقة تصرفنا والأشياء التي ننجذب إليها والأفكار التي لدينا. حيث يقول الدكتور إن كل حياتنا وإدراكنا وأفكارنا ومعتقداتنا كل هذا مدعوم من قبل هذه العواصف الرعدية الهائلة من النشاط الكهربائي في أدمغتنا، ومع ذلك ليس لدينا أي وعي بها. ويقول ما وجدناه هو أن أدمغتنا لديها أشياء هائلة تحدث فيها طوال الوقت. وفي فريش إير اليوم يشرح إيجلمان كيف إن تعلم المزيد عن الأجزاء اللاواعية من أدمغتنا يمكن أن يعلمنا المزيد عن الوقت والواقع والوعي والدين والجريمة. إن إيجلمان هو عالم أعصاب في كلية بايلور للطب ويدير مختبر الإدراك والعمل، وهو أيضا مؤلف لمجموعة من الكتب الأخرى. وإن الفصل الأول من هذا الكتاب يتكلم عن السحر الرائع، حيث في عام 1949 ميلاديا سافر آرثر ألبرتس من منزله في نيويورك إلى القرى الواقعة بين جولد كوست وتومبكاتو في غرب أفريقيا. أحضر زوجته وكاميرا وسيارة جيب، وبسبب حبه للموسيقى أحضر مسجل شرائط يعمل بالسيارة الجيب. بسبب رغبته وفتح آذانه للعالم الغربي سجل بعضا من أهم الموسيقى التي خرجت من أفريقيا على الإطلاق. لكن ألبرتس واجه مشاكل اجتماعية أثناء استخدام جهاز التسجيل، حيث سمع إحدى مواطني غرب أفريقيا صوته متكررا، واتهم ألبرتس بسرقة لسانه. ونجح ألبرتس بصعوبة في تفادي التعرض للضرب بإخراج مرآة وإقناع الرجل بأن لسانه لا يزال سليما. ليس من الصعب معرفة لماذا وجد السكان الأصليون إنهاء جهاز التسجيل غير بديهي. يبدو النطق سريع الزوال ولا يوصف، إنه يشبه فتح كيس من الريش الذي يتناثر في النسيم ولا يمكن استرجاعه أبدا. وإن الأصوات عديمة الوزن والرائحة، شيء لا يمكنك حمله في يدك. لذا من المفاجئ أن يكون الصوت ماديا. إذا قمت ببناء آلة صغيرة حساسة بدرجة كافية لاكتشاف الضغط الصغير للجزئيات في الهواء، يمكنك التقاط هذه التغيرات في الكثافة وإعادة إنتاجها لاحقا.
نحن نطلق على هذه الآلات الميكروفونات، وكل واحد من مليارات أجهزة الراديو على هذا الكوكب يقدم بفخر أكياسا من الريش. كان يعتقد في السابق أنه لا يمكن استرجاعه، وعندما أعاد ألبرت تشغيل الموسيقى من جهاز التسجيل، وصف أحد رجال القبائل في غرب أفريقيا هذا العمل الفذ بأنه سحر هائل. وهكذا يتماشى مع الأفكار. ما هو بالضبط الفكر؟ لا يبدو أنه يزن أي شيء، إنه شعور سريع الزوال ولا يوصف. لم تعتقد أن الفكر له شكل أو رائحة أو أي نوع من التجسيد المادي، وتبدو الأفكار وكأنها نوع من السحر الهائل. القي نظرة فاحصة على نفسك في المرآة. تحت مظهرك الجميل المحطم يخوض عالما خفيا من الآلات المتصلة بالشبكة. تشتمل الماكينة على ثقالات متطورة من العظام المتشابكة، وشبكة من العضلات المتوترة، وكمية كبيرة من السوائل المتخصصة، وتعاون من الأعضاء الداخلية التي تبتعد عن في الظلام لإبقائك على قيد الحياة. تغطي ورقة من المواد الحسية ذاتية الشفاء عالية التقنية التي نسميها الجلد أجهزتك بسلاسة في عبوة مبهجة. ثم هناك عقلك، 3 أرطال من أكثر المواد تعقيدا التي اكتشفناها في الكون. هذا هو مركز التحكم في المهمة الذي يقود العملية بأكملها، ويجمع الإرساليات عبر بوابات صغيرة في المخبأ المدرع للجمجمة. ويقول الكاتب: يتكون دماغك من خلايا تسمى الخلايا العصبية والدبقية، مئات المليارات منها. كل واحدة من هذه الخلايا معقدة مثل المدينة، وكل واحد يحتوي على الجينيوم البشري بأكمله، ويتاجر بمليارات الجزئيات في الاقتصادات المعقدة. ترسل كل خلية نبضات كهربائية إلى خلايا أخرى تصل إلى مئات المرات في الثانية. إذا قمت بتمثيل كل من هذه التريليونات والتريليونات من النبضات في دماغك بفوتون واحد من الضوء، فإن الناتج المشترك سيكون عمياً. ترتبط الخلايا ببعضها البعض في شبكة من التعقيد المذهل، لدرجة أنها تفسد لغة الإنسان وتتطلب سلالات جديدة من الرياضيات. وتقوم الخلية العصبية النموذجية بعمل حوالي 10,000 اتصال بالخلية العصبية المجاورة. وبالنظر إلى بلايين الخلايا العصبية، فهذا يعني أن هناك العديد من الوصلات في سنتيمتر مكعب واحد من أنسجة المخ، مثل النجوم في مجرة درب التبانة. إن العضو الذي يزن 3 أرطال في جمجمتك بتماسكه الوردي هو نوع غريب من المواد الحسابية. إنه يتألف من أجزاء مصغرة ذاتية التكوين، وهو يتفوق بشكل كبير على أي شيء حلمنا ببنائه. لذلك إذا شعرت يوما بأنك كسول أو في ملل فتشجع، فأنت أكثر الأشياء ازدحاما وتألقا على هذا الكوكب. قصتنا قصة لا تصدق بقدر ما يمكن لأي شخص أن يقول. نحن النظام الوحيد على هذا الكوكب معقد للغاية، لدرجة أننا وضعنا أنفسنا متهورا في لعبة فك رموز لغة البرمجة الخاصة بنا. وتخيل أن جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك بدأ في التحكم في أجهزته الطرفية، وأزال الغطاء الخاص به، ووجه كاميرا الويب الخاصة به إلى دائرته الخاصة. هذا هو نحن. وما اكتشفناه من خلال النظر إلى الجمجمة يصنف ضمن أهم التطورات الفكرية لجنسنا البشري، وإدراك أن الجوانب التي لا حصر لها من سلوكنا وأفكارنا وخبراتنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بشبكة كهربائية كيميائية رطبة واسعة تسمى الجهاز العصبي. الآلة غريبة تماما علينا، ومع ذلك فهي نحن
بطريقة ما. ولكن تماما مثل الأصوات، فإن الأفكار مدعومة بأشياء مادية. نحن نعلم هذا لأن التغيرات في الدماغ تغير أنواع الأفكار التي يمكننا التفكير فيها في حالة النوم العميق، ولا توجد أفكار عندما ينتقل الدماغ إلى نوم الأحلام. وهناك أفكار غريبة غير محظورة. نتمتع خلال النهار بأفكارنا العادية والمقبولة جيدا، والتي يعدلها الناس بحماس عن طريق ضخ الكوكتيلات الكيميائية في الدماغ بالكحول أو المخدرات أو السجائر أو القهوة أو ممارسة الرياضة البدنية. وتحدد حالة المادة المادية حالة الأفكار. وإن المواد المادية ضرورية للغاية للتفكير العادي. إذ كنت ستجرح خنصرك في حادث فسوف تشعر بالضيق، لكن تجربتك الواعية لن تكون مختلفة. على النقيض من ذلك، إذا كنت ستقوم بإتلاف قطعة من أنسجة المخ ذات الحجم المتكافئ، فقد يغير هذا قدرتك على فهم الموسيقى أو تسمية الحيوانات أو رؤية الألوان أو الحكم على المخاطر أو اتخاذ القرارات أو قراءة الإشارات من جسمك أو فهم مفهوم المرآة. وبذلك يتم الكشف عن الأعمال الغريبة المحجوبة للآلات الموجودة تحتنا. آمالنا وأحلامنا وتطلعاتنا ومخاوفنا وغرائزنا الهزلية والأفكار العظيمة وحواس الفكاهة والرغبات كلها تنبع من هذا العضو الغريب. وعندما يتغير الدماغ فإننا كذلك. لذلك على الرغم من أنه من السهل استنتاج أن الأفكار ليس لها أساس مادي وأنها شيء مثل الريش على الريح، فهي في الواقع تعتمد بشكل مباشر على سلامة مركز التحكم في المهمة الغامض الذي يبلغ وزنه 3 أرطال. أول شيء نتعلمه من دراسة الدوائر الخاصة بنا هو درس بسيط. معظم ما نفعله ونفكر فيه ونشعر به ليس تحت سيطرتنا الواعية، حيث تدير أدغال الخلايا العصبية الشاسعة برامجها الخاصة. إذ أنت واعي أنا الذي تومض الحياة عندما تستيقظ في الحياة، حيث هو أصغر جزء مما يحدث في عقلك. على الرغم من أننا نعتمد على عمل الدماغ في حياتنا الداخلية، إلا أنه يدير عرضه الخاص معظم عملياتها فوق التصريح الأمني للعقل الواعي. أنا ببساطة ليس له حق الدخول. إن وعيك يشبه مسافرا صغيرا خلس في باخرة عبر المحيط الأطلسي، ينسب الفضل في الرحلة دون الاعتراف بالهندسة الهائلة تحت الأقدام. حيث يدور هذا الكتاب حول تلك الحقيقة المذهلة، كيف نعرفها وماذا تعني وماذا تشرح عن الناس والأسواق والأسرار وحسابات التقاعد والمجرمين والفنانين والسكارى وضحايا السكتات الدماغية والمقامرين والرياضيين والعنصريين والعشاق، وكل قرار اتخذته ليكون لك. في تجربة حديثة طلب من الرجال تصنيف مدى جاذبية صور وجوه النساء المختلفة. كانت الصور 8 في 10 بوصات، وأظهرت نساء يواجهن الكاميرا أو يتحولن إلى 3/4 الملف الشخصي دون علم الرجال. في نصف الصور كانت عيون النساء متوسعة، وفي النصف الآخر لم تكن كذلك. كان الرجال دائما أكثر انجذابا إلى النساء ذوات العيون المتوسعة. ومن اللافت للنظر أن الرجال لم يكن لديهم نظرة ثاقبة لاتخاذ قراراتهم. لم يقل أي منهم لقد لاحظت أن تلاميذها في هذه الصورة أكبر بمقدار 2 ملم من تلك الموجودة في هذه الصورة الأخرى. بدلا من ذلك شعروا ببساطة بالانجذاب نحو بعض النساء أكثر من غيرهن لأسباب لم يتمكنوا من وضع أصابعهم عليها. إذن من كان يقوم بالاختيار؟
في أعمال الدماغ التي يتعذر الوصول إليها إلى حد كبير، كان هناك شيء يعرف إن عيون المرأة المتوسعة ترتبط بالإثارة الجنسية والاستعداد. عرفت أدمغتهم ذلك، لكن الرجال في الدراسة لم يعرفوا ذلك، على الأقل ليس بشكل صريح. ربما لم يعرف الرجال أيضا إن مفاهيمهم عن الجمال ومشاعر الانجذاب راسخة بعمق وموجهة في الاتجاه الصحيح من خلال برامج منحوتة بملايين السنين من الانتقاء الطبيعي. عندما كان الرجال يختارون النساء الأكثر جاذبية، لم يعرفوا أن الخيار لم يكن خيارهم حقا، ولكن بدلا من ذلك كان اختيار البرامج الناجحة التي تم حرقها بعمق في دوائر الدماغ على مدار مئات آلاف من الأجيال. وتعمل الأدمغة على جمع المعلومات وتوجيه السلوك بشكل مناسب. لا يهم إذا كان الوعي متورطا في صنع القرار، وفي معظم الأحيان لا يكون الأمر كذلك، سواء كنا نتحدث عن العيون المتوسعة أو الغيرة أو الانجذاب أو حب الأطعمة الدهنية أو الفكرة الرائعة التي خطرت لك الأسبوع الماضي. فإن الوعي هو أصغر لاعب في عملية الدماغ، حيث تعمل أدمغتنا في الغالب على التيار الآلي، والعقل الواعي لديه القليل من الوصول إلى المصنع العملاق والغامض الذي يسير أسفله. وترى دليلا على ذلك عندما تصل قدمك إلى منتصف الطريق نحو الفرامل، قبل أن تدرك بوعي إن سيارة تويوتا حمراء تتراجع عن ممر على الطريق أمامك. تراه عندما تلاحظ نطق اسمك في محادثة عبر الغرفة كنت تعتقد أنك لم تكن تستمع إليه، أو عندما تجد شخصا جذابا دون معرفة السبب، أو عندما يمنحك نظامك العصبي حدثا حول الخيار الذي يجب عليك صنعه. إن الدماغ نظام معقد، لكن هذا لا يعني إنه غير مفهوم. تم نحت دائرتنا العصبية عن طريق الانتقاء الطبيعي لحل المشكلات التي واجهها أسلافنا خلال التاريخ التطوري لجنسنا البشري. لقد تم تشكيل عقلك عن طريق الضغوط التطورية تماما كما كانت تحال العينان، وكذلك وعيك. وتطور الوعي لأنه كان مفيدا، ولكنه مفيد بكميات محدودة فقط. فكر في النشاط الذي يميز الأمة في أي لحظة. مصانع تمضغ وخطوط الاتصال تعج بالنشاط، والأعمال التجارية وشحن المنتجات يأكل الناس باستمرار. خطوط الصرف الصحي وتوجه النفايات، وفي جميع أنحاء مساحات شاسعة من الأرض تطارد الشرطة المجرمين، والمصافحة وصفقات آمنة ولقاء العشاق ومكالمات ميدانية للأمناء والمعلمين، والرياضيون يتنافسون، وأطباء يعملون، وسائقي حافلات يتنقلون. قد ترغب في معرفة ما يحدث في أي لحظة في أمتك العظيمة، ولكن لا يمكنك استيعاب جميع المعلومات في وقت واحد، ولن يكون مفيدا حتى لو استطعت. تريد ملخصا، لذا فإنك تختار صحيفة ليست كصحيفة كثيفة مثل نيويورك تايمز، ولكن أجره أخف مثل USA Today. لن تندهش من عدم إدراك أي من تفاصيل النشاط في الورقة. بعد كل شيء تريد أن تعرف المحصلة النهائية. تريد أن تعرف أن الكونغرس قد وقع للتو قانونا ضريبيا جديدا يؤثر على عائلتك، لكن الأصل التفصيلي للفكرة هو إشراك المحامين والشركات والمتعطلين. ليس مهما بشكل خاص لهذا الحد الأدنى الجديد، وبالتأكيد لن ترغب في معرفة كل تفاصيل الإمدادات الغذائية للأمة، وكيف تأكل الأبقار وعدد الأبقار التي يتم تناولها. فأنت تريد فقط أن يتم تنبيهك إذا كان هناك ارتفاع في مرض جنون البقر. أنت لا تهتم بكيفية إنتاج القمامة وتعبئتها. أنت تهتم فقط إذا كان سينتهي به الأمر
في الفناء الخلفي الخاص بك. أنت لا تهتم بالأسلاك والبنية التحتية للمصانع، أنت تهتم فقط إذا كان العمال في إضراب. هذا ما تحصل عليه من قراءة الجريدة. إن عقلك الواعي هو تلك الصحيفة، ينبض دماغك بالنشاط على مدار الساعة، تماما مثل الأمة. كل شيء تقريبا يحدث محليا. تقوم المجموعات الصغيرة باستمرار باتخاذ القرارات وإرسال الرسائل إلى مجموعات أخرى. من هذه التفاعلات المحلية تنشأ تحالفات أكبر، وبحلول الوقت الذي تقرأ فيه عنوانا عقليا يكون الإجراء المهم قد حدث بالفعل، وقد تمت الصفقات، ومن المستغرب أن يكون لديك وصول ضئيل إلى ما حدث وراء الكواليس، وتكتسب الحركات السياسية بأكملها دعما أساسيا، وتصبح لا يمكن إيقافها قبل أن تلتقطها الريح، كشعور أو حدث أو فكرة تصيبك. أنت آخر من يسمع المعلومات، ومع ذلك فأنت من النوع الغريب من قراء الصحف. تقرأ العنوان وتنسب إليه الفضل في الفكرة، كما لو كنت فكرت بها أولا. أنت تقول ببهجة: لقد فكرت للتو في شيء ما، بينما كان عقلك في الواقع يؤدي قدرا هائلا من العمل قبل لحظة عبقريتك. وعندما يتم تقديم فكرة من وراء الكواليس، فإن دائرتك العصبية تعمل عليها لساعات أو أيام أو سنوات، وتقوم بتوحيد المعلومات وتجربة تركيبات جديدة، لكنك ستحصل على الفضل دون مزيد من الاستغراب من الآلات الهائلة والمخفية وراء الكواليس. ومن يستطيع أن يلومك على التفكير فإنك تستحق الثناء، حيث يعمل الدماغ مكائده في الخفاء، ويستحضر أفكارا مثل السحر الهائل. لا يسمح لنظام التشغيل الهائل الخاص به أن يتم التحقيق فيه من خلال الإدراك الواعي، حيث يدير الدماغ عرضه في وضع التخفي. إذن من الذي يستحق الإشادة بفكرة عظيمة؟ في عام 1862 ميلاديا طور عالم الرياضيات الاسكتلندي جيمس كليرك ماكسويل مجموعة من المعادلات الأساسية التي وحدت الكهرباء والمغناطيسية. على فراش الموت سعى نوعا غريبا من الاعتراف، قائلا إن شيئا بداخله اكتشف المعادلات الشهيرة وليس هو. اعترف أنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية وصول الأفكار إليه، لقد جاءوا إليه ببساطة. حيث روى ويليام بليك تجربة مماثلة، حيث نقل عن قصيدته السردية الطويلة ميلتون: لقد كتبت هذه القصيدة من الإملاء الفوري 12 أو أحيانا 20 سطرا في وقت واحد دون سبق الإصرار وحتى رغما عني. وادعى يوهان فون جوتا إنه كتب روايته أحزان يونغ ويرثر بدون أي مدخلات واعية عمليا، كما لو كان يمسك بقلم يتحرك من تلقاء نفسه. والنظر في الشاعر البريطاني سموئيل تايلور بدأ باستخدام الأفيون في عام 1796 ميلاديا، في الأصل للتخفيف من آلام الأسنان وآلام العصب الوجهي، ولكن سرعان ما أصبح مدمن مخدرات بشكل لا رجعة فيه، وهو يبتلع ما يصل إلى ربع جالون من اللودانوم كل أسبوع. وكتب قصيدته قبالة خان بصورها الغريبة والحالمة على مادة الأفيون التي وصفها بأنها نوع من الخيال الخيالي بالنسبة له، وأصبح الأفيون وسيلة للاستفادة من دوائره العصبية اللاواعية. ونحن ننسب الكلمات الجميلة لقبلة خان إلى هذا الشاعر البريطاني، لأنها جاءت من دماغه وليست من دماغ غيره، أليس كذلك؟ لكنه لم يستطع الحصول على هذه الكلمات وهو رصين. إذن لمن يعود الفضل في القصيدة؟ على حد تعبيره، في كل منا شخص آخر لا نعرفه. كما عبرت بينك فلويد: هناك شخص ما في رأسي،
لكنه ليس أنا. وعلى هذا ننتهي من تقديم هذا الملخص لهذا الكتاب الرائع التخفي سر أدمغتنا، وأتمنى من الله التوفيق في إلقاء هذا الكتاب على أسماعكم، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كان معكم محمود جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.